ما بتعملش وظيفتها الاساسيه. لف بقى سنه، العنقود طلع زي كده فيها الجزء ده املس، ما تجيبيهاش. واخده من هنا شكل الصوابع، فايدك مش بتوجعك. اي حاجه ليها شفرات كده جنب بعضها تنظيفها بشع. دي شطوره اهي بتعمل حاجه والله ليها لازمه. بصوا دي بقى اللي بنشيل بيها العنقود بتاع الفلفله. بصوا اهو، لف بقى سنه اهو، العنقود طلع كامل حاجات مهمه يا جماعه. العنقود طلع اهو كامل، بدل بقى ما انت لو بالسكينه هتفضلي تدخلي سنه سنه اهو. ودي ب5 جنيه مش اكتر. بصوا يا بنات، البتاعه بتاعت الايس كريم دي المفروض ان انا بضغط عليها كده، فبيبقى في جزء رفيع هنا بيعدي بيوقع البوله اللي انا خدتها من اول استخدام. اول ما عملت كده الجزء اللي هنا ده اتكسر، لان الايس كريم بيبقى ساقع وبيبقى جامد قوي، فكسرت بسرعه جدا. فانا بقيت استعملها كمعياري. من البدايه هاتي معلقه الايس كريم اللي هي ما فيهاش الحركه دي، اللي هي المعلقه العاديه، او حتى حطي بمعلقه عاديه. في البدايه حصلت خناقه في الكومنتات، هي الهراسه دي متركبه بالشقلوب ولا بالمعدول؟ زي ما انتم شايفين هي فيها فتحات من هنا، فالطبيعي ان انت هتفتحي كده، هتحطي هنا التوم وتقفليه. شايفين الجزء ده بقى املس، المفروض ان انا اقفلها كده تمام. الجزء اللي هو فيه النقط اللي هو المفروض يزق التوم عشان يخرج من هنا موجود من فوق، يعني فاهمين الفكره؟ ان في ناس كتير قالت لي ان هراسه التوم دي متركبه غلط، بس هي بتتباع كتير جدا في المحلات بنفس الشكل ده، فانا شاكه ان هي مش متركبه غلط ولا حاجه، وان هم قاصدين يعملوا الفكره الغبيه. المهم اي هراسه توم زي كده فيها الجزء ده املس ما تجيبيهاش. هي بالظبط بتعمل ايه؟ بتفعص التوم، هي بتفعصها لكن مش بتفرمها. قولوا لي رايكم، هي متركبه فعلا غلط ولا هي بتتباع كده؟ لان انا شفتها في اماكن كتير بتتباع كده، النقط دي موجوده من فوق. بصوا يا بنات، دي حلوه قوي قوي. دي بتشيلي فيها الشنط، بتحطي فيها ايد الشنط كده، والجزء ده بتعلقي فيه الميداليه او المفاتيح. تحطي الشنطه كده ومعاها الشنطه الثانيه ومعاها الشنطه الثالثه وكده، بتبقي ماسكاهم كلهم ماسكه واحده، وواخده من هنا شكل الصوابع، فايدك مش بتوجعك. مش زي بقى اما تكوني شايله الشنط وايدك من هنا تقعد تتقطع كده. بالنسبه بقى لبتاعه الليمون، ناس كتير نصحتني ان انا استعمل بتاعه التوم دي للليمون. اهو حطينا الليمونه هنا في بتاعه التوم الفاشله، فاهو الكوبايه اهي. دي شطوره اهي بتعمل حاجه والله ليها لازمه. ده نص ليمونه، نجرب بقى في بتاعه الليمون ونشوفها لا لسه فيها ولا خلاص. نزلت تاني يعني نزلت نقطتين كمان. الاسباتيولا دي من الحاجات اللي حرفيا ما بتعملش وظيفتها الاساسيه. هي الاسباتيولا احنا عايزين منها ايه؟ ان هي تلم بواقي الاكل. دي ما بتلمش بواقي الاكل. هي حلوه جدا في التقليب، لو انت بتقلبي اكل على النار بتقلب معاكي حلو، لكن هي ناشفه. بصوا هي ناشفه مش مرنه، فلما باجي اشيل بيها بواقي الاكل ما بتشيلش حاجه. دي قطعه الموز زي ما انتم شايفين اهي، بنحط الموز ونقطعه كده. طبعا انا اول ما جبتها كنت فاكره ان هي هتقطع معايا الحاجه طرنشات، سواء موز بقى، خيار، جزر. طبعا اكتشفت ان هي اقصى حاجه بالنسبه لها الموز قطعته حلقات. بصوا قطعته حلقات كلها قد بعض زي ما انتم شايفين. مشكلتها ما بتقطعش غير موز ما بتقطعش حتى خيار. انا لو جايباها عشان اقطع بيها موز، طب انا لو جبت السكينه البلاستيك دي هتقطع معايا الموز عادي جدا وكله قد بعضه وما فيهوش اي مشكله. طب وليه؟